السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل بامية باللحمة ورز بالشعرية وبتنجان وفلفل مقلي. هنجيب حلة نحط فيها زبدة ونحط اللحمة ونحط عليها البهارات: فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، عود قرنفل، قرفة، وهنقلبهم مع بعض. وهنجيب بصلة وهنقطعها عليهم مكعبات صغيرة بالشكل ده، وهنوطي عليها النار عشان اللحمه ما تتحرقش مننا لحد ما نقطع البصلايه. وهنقلبهم مع بعض كده بالشكل ده. وهنجيب توم مهروس وهنحط عليهم وهنضيف عليهم وهنقلبهم لحد ما اللحمه تدينا اللون البني وما يبقاش فيها دم. بعد كده هنحط الطماطم ومعلقتين الصلصه عليها وهنغطيها لحد ما تستوي. بعد كده نحط قرنين فلفل صغيرين كده مع التسبيكة، وهنجيب البامية وهنحطها. على فكرة البامية دي انا اللي مفرزاها في البيت، شايفين اللون بتاعها حلوة ازاي؟ حس ان هي كيس اللي بتشتروه من بره، يعني حلوة قوي. هبقى اقول لكم الطريقة في فيديو ازاي نفرز البامية ونفرز الملوخية والبسلة. شايفين اللحمة خدت نص سوا، بعد كده هتستوي كامل سواها مع البامية، وهنغطيها وهنروح نعمل الرز لحد ما هي تستوي. وبعد كده هنرجع نشوفها تاني هنلاقيها، نبص البامية استوت خلاص، بقت جميلة ازاي. واللحمة برضو نفس الحكاية استوت خالص معانا، بس هي سخنة مش عارفة امسكها. نشوف حتة تانية كده نعرف نمسكها ولا لا ونوريها لكم. سخنة قوي على فكرة، دخلت في شوكة بسهولة. هنشوفها دلوقتي وهي متقطعة ومستوية اهي. شايفين الشكل حلو قوي، بتتقطع معايا. هي سخنه بس مش عارفه امسكها عشان هي سخنه جدا. شايفين زي ما انتوا شايفينها بتغلي يعني. وبعد كده نحطها في السيرفيس مع شويه رز وهنقدمها. وبالهنا والشفا، ويا رب تعجبكم. باي باي.